حكاية النهاردة مرعبة شوية. تخيل كده كائن ضخم وغريب كل ما يحس بيك خايف يظهر لك وكمان يلعبك وبعد كده يموتك. بس بعد اللي قلته مش عايزة اللي بيخاف يطلع بره، لا، عايزة اللي بيخاف يجمد قلبه ويطرطق ودنه ويدوس لايك ويعمل سبسكرايب للقناة، ولو مش هتقل عليكم يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي يلا بينا عشان نعرف الحكاية من البداية للنهاية. حكايتنا بتبدأ ببنوتة كيوتة اسمها سادي، بس باين عليها قد ايه هي حزينة، وده بسبب موت مامتها، واللي قررت في اليوم ده انها تروح المدرسة بفستان من فساتين مامتها. فتحت دولابها واختارت فستان، انما ايه بصراحة كان جنان. ابو سادي كان دكتور نفساني وكان بيحاول على قد ما يقدر يعوض غياب مراته عشان عارف احساس بناته بعد موت مامتهم. اما دي اخت سادي الصغيرة كانت بنوتة لذيذة وكيوت، بس دايما كانت بتقول ان في وحش مخيف بيطلع من الدولاب، بس محدش كان بيصدقها وبيتعاملوا مع كلامها على انه شوية تخاريف. سادي كان بقالها فترة ما راحتش المدرسة بسبب موت مامتها، ولما وصلت المدرسة كان في واحدة صاحبتها شكلها كده بتغير منها، وده اللي خلاها وقعت اكلها على الفستان. ولما ده حصل سادي فضلت تعيط عشان زعلت على فستان مامتها. بعدها باباها وصل البيت ودخل عليه واحد اسمه ليستر وطلب منه المساعدة وقال له انا مش عارف اعمل ايه، انا عايزك تساعدني بس توعدني انك لما هتسمعني تصدقني. وقال له كمان يا ريت قبل ما اتكلم تقفل الدولاب. والد سادي استغرب بس هوده وقفله واداله استمارة يملاها، وكمان قال له انه هيسجل الحوار اللي هيدور بينهم وان ده اجراء طبيعي بيحصل مع كل الناس اللي بتتعالج عنده. بدأ ليستر يتكلم وقال له ان الحكاية بدأت بموت بنته الصغيرة، وبعد كده بناته الاتنين ماتوا، بس الكبيرة قبل ما تموت رسمت له الوحش المخيف ده، بس هو ما كانش فاهم هي ايه الحكاية وكمان ما كانش مصدقها. بس بعد ما ماتوا صدق لما شاف الوحش ده بعينه. الدكتور ما كانش مقتنع بالكلام، وبينه وبين نفسه قال ان ليستر عنده حالة نفسية بسبب موت بناته. بعدها ليستر فاجئه لما قال له هو انت مش مصدقني؟ طب انت عارف ان الوحش ده بيطلع لبناتك؟ ساعتها الدكتور تنح ومن غير ما يلمح اللي ناوي يعمله استأذن وقال له انه هيجيب حاجة من الأوضة. بسرعة دخل اتصل بالبوليس عشان يقول لهم ان عنده في البيت واحد مجنون، بس قبل ما يكمل سمع صوت الباب اتفتح وليستر ما بقاش موجود. سادي رجعت من المدرسة وكانت بتحط الفستان في الغسالة، بس ما كانتش واخدة بالها ان ليستر واقف ولسه موجود في البيت. بعدها بتسمع صوت خارج من أوضة مامتها وبتشوف في الأرض انعكاس ألوان مامتها، فبتقع وتتخض، ولما دخلت الأوضة لقيتها مقلوبة وفوق بعضها والحاجات كلها مرمية، بس بتسمع صوت جاي من الدولاب. قامت تفتحه وهي خايفة ومرعوبة، بس ما لقيتش فيه أي حاجة موجودة. وفجأة باباها دخل عليها الأوضة عشان يقول لها ان في راجل مجنون في البيت، لكن ما لحقش لان سادي فجأة شافت ليستر متعلق في السقف، فضلت تصرخ من الخوف. وبعدها بشوية صغيرين وصلت الشرطة وكانت بتحقق في الموضوع. في نفس الوقت اخت سادي الصغيرة كانت راجعة من المدرسة، ولما شافت البوليس قدام البيت كانت خايفة على باباها واختها، ولما دخلت لقت الشرطة بتحقق مع باباها. ولما اتسأل قال ان الراجل ده شكله مريض نفسي بسبب موت عياله الثلاثة ورا بعض، وكمان كان بيقول ان اللي قتل عياله هو وحش مخيف. الشرطية قالت له يا لطيف ده تلاقيه قتل نفسه وما قدرش يستحمل الصدمة. لكن سادي كان ليها رأي تاني وقالت انا حاسة ان مش هو اللي قتل نفسه، انا سمعت صوت خبط وكأنه كان بيتخانق مع حد، بس طبعا ما حدش اهتم بكلامها، وباباها قال لها تاخد اختها وتطلع فوق. بالليل والد سادي بياخد بنته الصغيرة وبيدخلها اوضتها وبيسألها هو انت ليه بتنامي والنور ده كله منور؟ قالت له مش هقولك عشان انت مش هتصدق. صمم يسمع منها. قالت له ان في وحش بيطلع من الدولاب. استغرب وقال لها مين الكداب اللي قالك كده؟ اهو بصي الدولاب فاضي وما فيهوش اي حاجة. وبعد شوية الدولاب اتفتح لوحده وفي حاجة خرجت تحت السرير، بس البنت دي شكلها قلبها ميت، مسكت الاباجوره عشان تشوف هو ايه اللي جري ده، ولما وجهت النور تحت السرير شافت حاجه غريبه مخيفه شدتها. في نفس الوقت سادي كانت قاعده في اوضتها بتتفرج على فيديو لوحدها عشان عايزه تحضر روح مامتها. كانت بتقول الطريقه وهي انك تجيبي شمعه وتفكري في الروح اللي عايزه تحضريها، وبعدها تسالي الشمعه هي الروح موجوده ولا لا. وقالت ان لو الشمعه مالت ناحيه الشمال تبقى الروح حضرت. بس لما سادي جت تسأل الشمعة اختها دخلت عليها والخوف كان مالي عينيها، وقالت لها ان في حاجة غريبة شدتها جامد تحت السرير. بعدها سادي قربت عليها وقالت لها ان ضرسها متعور ولازم يتخلع، وكانت بتحاول تقنعها انها تقعدها على الكرسي وتربط الخيط في ضرسها وتوصله بالباب، وقالت لها انها لما تقفل الباب مرة واحدة الضرس هيتخلع. اختها اقتنعت، بس المرة بانه وهي بتستعد عشان تقفل الباب اتقفل لوحده، والاتنين اتخضوا وسادي جريت على اختها وحضنتها عشان تطمنها. تاني يوم راحوا للدكتورة النفسية لان اخت سادي كان عندها فوبيا من الضلمه بسبب الوحش اللي بيظهر لها، وبصراحه ده حقها. الدكتوره كانت بتحاول تعالجها لكن هي كانت خايفه وطلبت من اختها يروحوا وانها مش عايزه تتعالج، لكن سادي كانت بتطمنها
بتطمنها وبتقول لها ان الوحش اللي بتقولي عليه ده مش موجود وانه في خيالك انت بس، عشان كده لازم تتعالجي. وفجأة الوحش ده ظهر في السقف، والبنت من الخضة كان عقلها هيخف، وشافت الوحش ده لما قرب عليها. ولما روحوا البيت كانت قاعدة لوحدها وسمعت صوت اختها وهي بتقول لها، اصلا لما باصت اكتشفت ان سادي ما كانتش موجودة جنبها، دي كانت موجودة في مكتب باباها، كانت بتعمل سيرش على ليستر. فاكرين مين ليستر؟ بالظبط كده، هو اللي مات في اول الحكاية. سادي بتلاقي المحادثة اللي كانت بينهم فبتقرر تسمعها، وكمان بتشوف الكشكول اللي كان معاه وبتلاقي فيه ورقة مقطوعة وبعدها فيه ورقة مرسومة بس ما كانتش واضحة، فبتقرر تمشي عليها بالقلم عشان تعرف هي ايه. ولما مشيت عليها ظهر في الورقة كائن غريب، وكمان سمعت صوت ليستر وهو بيعتذر لبناته انه مصدقهمش لما قالوا له على الكائن ده، وبعدها سمعته وهو بيصرخ جامد. بعدها البنت الصغيرة بتسمع صوته وبتمشي وراه، وفجأة الأباجورة بتتاخد منها بس بعد كده بترجع لها لكن وهي مكسورة، فبتجري على اختها سادي وبتقول لها ان اكيد هي اللي بتعمل فيها كده، لكن سادي بتتخض وبتقول لها هو انا هعمل فيكي كده ليه؟ في نفس اللحظة الكشكول بيقع من ايديها وبيفتح على الرسمة اللي هي عادت عليها، وساعتها اختها الصغيرة بتشوف الوحش المخيف اللي مرسوم في الكشكول وبتقول لها على طول ان هو ده الوحش اللي هي بتشوفه. تاني يوم سادي خدت صاحبتها وراحت على بيت لاستر عشان تقابل مراته، ولما دخلت البيت كان شبه مهجور وكل حاجة كانت مرمية على الارض، وكمان كان في مكان ضلمه وقصاده كشاف. ولما وصلت الفيشه لقيته دولاب، ومش بس كده دي شافت على السقف شخبطه كتير. طلعت الدور اللي فوق واللي بيكون فيه طرقه طويله مليانه شمع وشكله مرعب قوي الحقيقه، وفضلت ماشيه لحد ما وصلت لباب مقفول، ولما فتحته بتلاقي كاميرا صورتها، ولما شافت الصوره لقت ان في حد جنبها، وبعد كده سمعت صوت، ولما باصت وراها كانت مرات ليستر. لما شافتها سالتها انت مين وجايه هنا ليه؟ وريتها الصوره اللي معاها وقالت لها ان الصوره دي كانت مع جوزك قبل ما يموت، وان كمان اختي الصغيره بتشوف الكائن ده. مرات ليستر ردت عليها وقالت لها ان عيالها كمان كانوا بيشوفوه وانها ما كانتش مصدقاهم لحد ما الكائن ده حب ياكد لها المعلومه وخدهم منها، وبتقول لها كمان ان بناتها كانوا مسميينه البعبع المخيف، وانه بيطلع للناس اللي بتخاف منه، وانه بيقدر يقلد اي صوت. ومش بس كده ده كمان بيلعب بالضحيه بتاعته قبل ما يتخلص منها. وفجاه مرات ليستر برقت عينيها وقالت لسادي ما تتحركيش عشان البعبع واقف وراكي، لكن سادي جريت وما رضتش تحكي لصاحبتها على اللي حصل. سادي لما رجعت البيت كان باين عليها الخوف والقلق، ولما شافتها اختها قالت لها مالك في ايه؟ هو انت شفتي الوحش ولا ايه؟ سادي زعقت لها وقالت لها لا، وان ده وهم في خيالك انت بس ومش موجود اصلا، وسابتها ودخلت اوضتها. ولما نامت حلمت حلم غريب وصحيت بتكح وشرقانه منه وما كانتش فاهمه هو فيه ايه. تاني يوم سادي عزمت اصحابها، وباباها كان فرحان عشان اخيرا بدات سادي ترجع لحياتها بتاعت زمان. ولما اصحابها وصلوا كان معاهم البنت اللي بتغير منها، دخلوا الاوضه وقرروا انهم يشربوا سجاير. سادي عمرها ما عملت كده، وده خلاها لما تشرب تكح جامد وتجري على الحمام، وفجاه طلعت خيط كبير من بقها وكان في اخره سنه اختها، وما كانتش تعرف وقتها هو ازاي كان في بقها. وبعدها اصحابها دخلوا عليها وفي ايديهم كاميرا مامتها، وهي لما شافتها اتضايقت وطلبت منهم انهم يسيبوها. بعدها البنت اللي بتغير منها طلبت منها تشوف الدولاب اللي الراجل مات فيه، واول ما سادي دخلت الاوضه قفلوا عليها الباب، وهي فضلت تصرخ وخافت وقالت لهم ان الحاجات دي ما فيهاش هزار. ولما فتحوا لها الباب وقعت على الارض من الخوف، والبنت الرخمه دي قالت لها مالك مكبره الموضوع كده ليه؟ بس هي ما ردتش عليها وقامت وضربتها قلم وفشت فيها غلها. البنت من كسفتها قالت لها على فكره ما حدش بيحبك، ده احنا هنا كلنا بنجاملك، وسابوها ومشيوا. بالليل البنت الصغيره كانت بتتفرج على التلفزيون، وفجاه ظهر الوحش وخدها مرجعها شويه في السقف، وبعد كده رماها على الارض. ولما فاقت كانت في المستشفى ولقت سادي جنبها وقالت لها ان هي مصدقاها لان هي كمان شافت الوحش، وكمان اعتذرت لها انها ما كانتش مصدقاها قبل كده. بعدها سادي جالها مكالمه من مرات ليستر قالت لها انها لازم تروح لها عشان لقت طريقه هتخلصوا من الوحش المخيف اللي بيظهر. بس قبل ما سادي تروح قالت لباباها ان اختها مش بتكذب في اللي هي بتقوله، عشان انا كمان شفت الوحش المخيف اللي هي بتقول عليه. بس باباها مصدقهاش وقال لها تبطل تخريف، فبتقول له انا عارفه انك مش هتصدقني، وبعدها بتسيبه وبتمشي وبتروح لمرات ليستر. لما وصلت سادي عندها قالت لها ان الوحش عايز يموت اختي. قالت لها مرات ليستر خلاص انا لقيت الحل، بس خلي بالك عشان الرصاص في كل مكان واي حركه جنان ممكن تموتي. وفجاه بتهجم عليها وبتربطها عشان تبقى صيده سهله للوحش. طبعا سادي كانت منهاره، وبعد دقايق ظهر الوحش والرصاص فضل يتضرب عليه. لكن هنقول ايه، هو الوحش ده حد يقدر عليه؟ مرات ليستر افتكرته انه مات، ولما فكت سادي ظهر الوحش من وراها وخلص عليها، وكان الدور على سادي بس هي جرت بسرعه بره البيت. لما خرجت اتصلت على باباها عشان تقول له ما يروحش البيت عشان الوحش هيبقى هناك، بس باباها ولا حياه اللي ما تنادي ولا كانها بتقول حاجه، قال لها يلا بسرعه ارجعي واوعي يا سادي تتاخري. صرخت فيه عشان تخليه ما يروحش البيت، بس هم خلاص كانوا وصلوا. اول ما فتح الباب البنت الصغيره شافت الوحش، وقبل ما تقول حاجه سحبهم جوه الباب وقفلوا. سادي جريت على البيت عشان تلحقهم، ولما وصلت البيت كان ضلمه وما كانش فيه غير شعاع نور. ولما فتحت باب الاوضه اختها كانت فاكراها الوحش. سادي حاولت تطمنها، ولما سالتها عن باباها قالت لها ان الوحش خده في الاوضه اللي تحت. قالت لها ما تخافيش تعالي بسرعه عشان نلحقه. ولما نزلوا لقوا الوحش معلقه في السقف، ولما شافهم
منهم هجم عليهم، وساعتها البنت الصغيره وقعت على الارض واغمى عليها. سادي كانت ماسكه خشبه في ايديها عشان تضربه بيها، لكن للاسف اتكسرت، وهو فتح بقه وكان بيهجم عليها، بس باباها لحقها في الوقت المناسب وقرب منه وشده. هو ما سكتش طبعا وضربه، ولما الانوار اللي معاهم انطفت باباها فكر وولع الولاعه، لكن لما جم يقوموه ما قدرش يدوس على رجليه، وساعتها اعتذر لهم انه ما صدقهمش من الاول. بعدها الولاعه انطفت وسادي كانت بتحاول تولعها، ومع كل محاوله كانوا بيشوفوا الوحش وهو بيقرب منهم خطوه، وفجاه الولاعه طلعت نار عاليه ناحيه الشمال، وسادي فهمت ان اللي عمل كده هو روح مامتها عشان ده حصل لما هي افتكرتها. وبعدها مسكت الرش وسلطت عليه النار وبدات تهاجم الوحش، لكن لما خلص الرش ما كانتش عارفه تعمل ايه. البنت الصغيره على طول جات لها فكره انها تمسك الجاز وتغرق بيه الوحش، وعلى طول سادي راحت رمت عليه الولاعه وولعت فيه، وبعدها شالوا باباهم وخرجوا بره البيت لان البيت كله ولع، وكده يبقى قدروا يخلصوا من الوحش. وبعد كده بنشوفهم هما الثلاثه وهم عند الدكتوره النفسيه، وده اكيد عشان اللي حصل معاهم. وحكايه النهارده خلصت. لو لحد هنا لسه مكملين فحقيقي كنتم منورين، واستنوني في حكايه جديده.